بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه الأيام والليالي عاشوراء، سماحة الشيخ حمد، ما هي الكلمة في هذه الأيام والليالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. نرفع حر التعازي إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان عليه السلام، وإلى العلماء الأعلام. طبعا عاشوراء هذه مراسيم عظيمة، ينبغي على الفرد أن يتعلم من الحسين وأصحاب الحسين عليهم السلام، يعني على خدام الإمام الحسين، على أيضا محبين الإمام الحسين عليهم السلام، أن يحافظوا على الصلاة، أن يحافظوا على الصلاة في أول وقتها، وأيضا أن يكون الفرد حسن الخلق. الإنسان أن يتصف أن يكون حسيني، أن يكون حسن الأخلاق عنده. تشوف البعض ما عنده حسن أخلاق، تشوفه يواظب على الحسينية، بل يواظب على اللطم، وهو أخلاق لا توجد عنده. أخلاق حسينية ما تجد عنده أخلاق في الواقع يعني. وتشوفه أيضا من المواظبين على اللطم، وتشوفه من أول الأشخاص في اللطم، وفي الصلاة مقصر، وهذا خطأ يعني شائع. فعلى الفرد المؤمن أن يهتم بهذين الشرطين، الصلاة في أول وقتها والأخلاق وحسن الخلق. هناك كثير، يعني كلمة شكر لا تكفي لخدام الحسين. نعم. هناك الكثير ممكن المؤمنين ما يرونهم في وجههم نذر الخدام وغيره، من الخلف قاعدين يشتغلون في المطبخ أو غير المطبخ. هذا بعد هذا أعظم. تشوف البعض يدعم بل يخدم الإمام الحسين من خلف الستار. تشوف بعض حتى علماء، تشوف علماء كبار يعني، تشوف ما يحب التصوير ولا يحب الظهور، تشوف من خلف. أنا أعرف شخصية يعني تشوفه يخدم الإمام الحسين من غير أحد يشوفه. ولا عن الخادم يتحمل حتى زوار الإمام الحسين. أحسنت بعضهم ممكن ودك الخادم أن يعطي كل واحد بركة أو شيء. صحيح. ممكن يصير تقصير في الليل، يصير في شيء أن يتحمل حتى لو واحد قط عليه زلة لسان. أحسنت. تصادف يعني تشوفها بعضهم اللي بيصير خادم للإمام الحسين حق زوار الإمام الحسين يكون صدره راحب. صحيح. واسع يكون صدره. شوف حتى لو قلط عليه، لو زل عليه يتقافل ولا ما يمشي. ماشي. كلمة توجيهية لزوار الإمام الحسين في الحسينيات. طبعا الولاية الحسينية أو خدام الإمام الحسين ودهم يعطون ماء عيونهم للزوار. نعم. أوقات تصير التكييف من ضعيف، التكييف ممكن قوي، ولكن هناك الأنفس كثيرة. الأنفس. نعم. أو تقصير في شيء، فلا بد مراعاة هذه الأشياء. يعني هو يعني ضيوف الإمام الحسين أن يتحملوا يعني في كل الأماكن. يعني شوف حتى الحج، ضيوف الله سبحانه وتعالى لازم هذا الطريق فيه مشقة، يعني من التعب، من الحر، من الجوع، من المضايقة. فأيضا حتى ضيوف الإمام الحسين عليه السلام أن يتحملوا يعني من شدة الحر، من الازدحام، من يعني التقصير من بعضهم، يعني الخدام يعني ربما ما يطول البركة أو ذا فيتحمل يعني. شيء الآخر وقوف حتى السيارات عند جار المسجد.
عند جار الحسينيه مثلا، ان كان جراج ان كان شيء، او تسكر على سيارة تقول داري داخل الحسينيه، هم بعد من الغلط. هذا المصيبه يعني. تشوف بعضهم، قريت في احد التعليقات قبل كم يوم قاعد اشوف مثلا تسكير على السيارة، يقول واحد عندي كنت موعد والله رحت الموعد ماشي. اتذكر قبل كم يوم قال انا تعليقات. هو يعني هو المفترض على الشخصين أن يتحمل الجار الحسينية أو المسجد. أيوة، أهم اللي ساكن يم جار الحسينية يعني يتقافل، يتحمل. يعني هذا وأجرح على الله، وأجرح على الله، هذا سبحانه وتعالى يتقافل ويتغاضى. يعني عارف هو ما سكن أو ما بنى بيت يم الحسينية أو المسجد، يتحمل حق ضيوف الله سبحانه وتعالى وضيوف الإمام الحسين. هذا الطرف الأول. الطرف الثاني أيضا اللي بيجي حق الحسينية أو بيجي المسجد يراعي الجيران، لا يضايق الجيران، بل يمكن يدخل إلى الحرمة. إذا بيوقف بيسكر على باب الجار، يمكن لا سمح الله مرض أو حالة طارئة، وبالخصوص إذا جراج، وإذا جراج بعد هذا فهو يتحمل. يعني المفترض على هذا المؤمن أن يراعي الجيران، يوقف حتى في أقصى الشارع، ما يمنع، يجي يتمشى، هم رياض وهم عبادة. نعم، الله يعطيك الصحة والعافية. الله سماحة الشيخ، الليلة ليلته؟ الليلة ليلة أبا الفضل العباس، ودرس فيه درس الأخوة العباس مع الحسين. درس الأخوة. ما هي توجيهاتك سماحة الشيخ بخصوص الأخوان؟ ما هي توجيهاتك لغض النظر بين الأخوان بينهم، يعني بالتواصل مع الأخوان؟ يعني يعجز اللسان في الواقع. ربما أخ يفقد له أخ، أب، أم، إلا الأخ. إلا الأخ. هو أبا الفضل العباس أعطانا درس إسلامي، درس قوي يمثل أخوة الإمام الحسين عليه السلام، أخوة صادقة، بذل نفسه، بل بذل روحه، بذل يعني الداني والغالي. أبا الفضل العباس سلام الله عليه أخوة صادقة، ضحى بنفسه حق الإمام الحسين عليه السلام، يعني لدرجة أنه ينزل إلى الإمام الحسين منزلة العبد، منزلة العبد. سلام الله عليك يا أبا الفضل العباس. يعني يعجز اللسان ويعجز يعني. والله الله في الأخوة. أي نعم، المفترض على الإنسان الأخوة. إذا ما في أخوة انتهى كل شيء، انتهى كل شيء يعني. فعلا. سماحة الشيخ، أفضل شعيرة حسينية ذي قريته وعجبتني جدا، أفضل شعيرة عاشورائية يمكن أن تحييها هي إصلاح نفسك. قال الإمام الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. هي الإصلاح النفس أكثر. أحسنت، هي أعظم شعيرة، تصلح نفسك. إذا ما أصلحت نفسك مع الله سبحانه وتعالى ومع الغير ما ينفع. الشعيرة زي ما تفضلنا، الشعيرة لطم وعزاء بدون صلاة جماعة، بدون صلاة جماعة، بدون حسن خلق، بدون حسن خلق. كما تفضلت. الإمام الحسين يرفض ذلك. الإمام الحسين خرج لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، للحفاظ على قول لا إله إلا الله، للحفاظ على الصلاة، للحفاظ على الإسلام، للحفاظ على حسن الخلق. الإمام الحسين ما استشهد إلا لأجل إصلاح هذه الدنيا، لإصلاح النفس. إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الأخلاق يا الله، وأن يرزقنا المحافظة على الصلاة، صلاة الجماعة والصلاة في أول الوقت. وأنا يعني أعاتب المؤمنين، أقول لماذا ما يحافظون على صلاة الجماعة؟ لو من كل بيت شخص كم امتلأت المساجد. امتلأت المساجد، يعني ليش تمتلئ المساجد في المواسم؟ يعني ليلة الجمعة أو ليلة القدر أو شهر رمضان أو ليالي عاشوراء، لا. يعني كذلك صلاة الفجر وصلاة الظهرين وصلاة العشاءين نفتقد يعني الكثير من الأخوة المؤمنين صلاة الجماعة.
فهلا بصلاة الجماعة. يعني صلاة الجماعة يعني هذا أكبر شعيرة، صلاة الجماعة. جميل جدا عندك قصد في صلاة الجماعة. نعم، أكبر شعيرة في صلاة الجماعة. أنا أكرر وأقول صلاة الجماعة. الله يعطيك يعني خلي المؤمنين تصف الصفوف في صلاة الجماعة. يعني هذا اتحاد وقوة حق المسلمين. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الله يعطيك الصحة والعافية وما قصر. شكرا لك على هالفرصة. الله يسلمكم إن شاء الله، الله يوفقكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يحفظنا وأن يرزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، وأن يصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. أنتم أهل الدعاء. الله يعطيك العافية أبو عيسى إن شاء الله، وأنت بعد كذلك أخ صديق عزيز، وأسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا يا الله، وأن يتوب علينا. وأقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.